سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد. نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى من كل قلبي ان ربي انكم تكونوا بخير وعلى خير، وعائلتكم وحبابكم معز عليكم، والديكم اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم، والله يعطيكم يا ربي داكشي اللي كتمناو، اللي كتمنى اختي شي حاجه الله يعطيها لها والله ينولها لها في هذه الايام المباركه. الله يرزقنا ويرزقكم العتق من النار في هذه الايام الزوينه والغزاله. الله يجعل طاعتنا المولانا، الله يتقبل يا ربي الطاعات والعبادات. فيديو جديد ان شاء الله، نتمنى من كل قلبي يعجبكم. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. المهم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله روتين كامل متكامل من الصباح، الروينه والجميع والشقه كيف ما العاده ما عندنا ما نديرو. هذا هو زهرنا تابعين الشطابه والكراطه والماعن والحمد لله. المهم هو الانسان يدير هاد الطاعات هاد الشقه، نعتبره طاعه. انك تعتبري الشقه ديالك في دارك طاعه، وتعتبريه شي حاجه زوينه، يعني شي حاجه اللي راه غادي نتاجر عليها. فاكيد اكيد اكيد انني غادي نديرو انا مبتسمه الحمد لله. كيف ما شفتوا جمعت المراح وجمعت شطبت ودوزت شطيبه. كنهز داك الخليط ديال الماء والمعطر ديال الملابس، تنمسح به هكا البقع. دزت كذلك لهاد البويته الصغيره حتى هي، بحكم ان الوليدات كيلعبوا فيها فما نعاود لكمش كي كتولي راه كتبقى مسكينه مرونه وحالتها حاله. المهم جمعت كلشي، شطبت كيف ما العاده. قلنا الشطابه والكراطه تابعانا ما عندنا ما نديرو الحمد لله المهم هو اننا نديرو الشقه ديالنا بابتسامه ونحتسبوا الاجر عند الله. كيف ما شفتوا عندي هاد شنو نقول لكم، شي طاجيره ولا بحال شنو نقول لكم. المهم واحد التخربيقه حطاها في القمت دايره فيها المصاحف، دايره فيها كتيبات، دايره فيها لاجوندات، الصلايات كذلك، وحتى تندير فيها حتى اللعاب ديال الوليدات كنحطهم لتحت وصافي. المهم حاولت انني ننظمهم ودرت المصاحف، لحقاش الوليدات كيقول لك حتى هما بغاو يقراو القران فكيجبدوا دوك المصاحف، تيجبدوا السجادات باش يصليو حتى هما. المهم تيرونوا هاد البيته، ولكن الحمد لله هذه هي وقتهم، خاصهم يلعبوا، ما عندنا ما نديرو المهم كي شفتي جمعت الدنيا حتى كملتها. جمعت كذلك داك الصالون، جمعت بيت الناس. المهم حاولت انني نجمع كلشي، بقات لي واحد الكركوريه البنات ديال الحوايج. المهم حتى ساليت حتى كملت الروينه ديالي وعاد مشيت جمعته. ايوا هذا ما كان. كملت يا اختي الجميع وساليت وعاد دخلت للكوزينه. كانت جايه عندي صاحبتي باش تفطر معايا، وبغيت نبدا بالتحليه هي الاولى. وليداتها كيحماقوا على التحليه، فكنحاول انني من نهار تكون عندي ونهار تجي عندي تنحاول انني ندير لهم هكا تحليه اللي تعجبهم. المهم كيف ما شفتوا هنايا خديت اترو ديال الحليب، درت معاه واحد 2 فانيات، 2 ديال لي فلان شينوا العاديين، خلطت مزيان. وانا ما كانش عندي نشا، درت 2 معالق ديال الطحين، تتبقى على حسب الرغبه. ديروا نشا، الا ما كانش نشا راه الطحين حتى هو كيقضي الغرض. كيف ما شفتوا درتهم فوق البوطه حتى غلاو ليا شي شويه، وصافي كنكبهم في الزليفات اللي غادي زليفات، الكميه ديال الزليفات اللي غادي تكفى ليا هاد الكميه ديال الحليب، لحقاش انا كي قلت لكم دايره اترو فتقريبا عطاتني واحد 8 ديال الزلايف هكا كلها.
غادي ندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا، ومن بعد خديت كميه ديال الفريز. هاد الحاجه ما وريتهاش معكم، كميه ديال الفريز درت عليها السكر وخليتها حتى طلقات وزدتها هي طبقه اخيره. ندوزو ان شاء الله دابا للدجاج اولا اللحم. عندي هنايا شرائح ديال الدجاج فيلي، زدت عليها حكه ديال البصيله، حكيكه ديال الزعتر، وشويه ديال الصوجا، قزبر اليابس، الكمون، واحد النغيزه ديال هذا حمض مصير، وشويه ديال لا موطارد. خلطت كلشي مزيان حتى تينسجم ليا. درت الثومه بودره وبصله بودره حتى هي، وصافي كنخلط كلشي مزيان تنخلي هاد الدجاج هذا يرتاح. هنا طاح لي في بالي البوخمير. المهم قصه كنتشهى، طاح لي في بالي البوخمير. هنايا خديت شي 2 زلايف ديال الطحين كيف ما كتشوفوا، 2 زليفات ديال الطحين، زدت عليهم الماء والخميره والملحه. هادشي اللي كندير ليهم، وكنحاول انني نعجنهم. كيف ما كتشوفوا العجينه كتكون مرخوفه شي شويه، وكنحاول نعجنهم واحد 5 ديال الدقائق هكا ولا، وكنغطي عليهم ونخليهم يخمروا. المهم هو ان انا درت لهم خميره شي شويه كثيره لحقاش راه كنت معطله شي شويه. المهم هنايا دزت كذلك لداك الدجاج من بعد ما ارتاح، كنضيف له 2 المعالق ديال الطحين حتى ل3، وتنضيف له بيضه، وكنحاول انني نخلط هذيك الطحين مع ديك البيضه باش يتلبس ليا مزيان. داك الطحين داك الدجاج كامل تيتلبس ليا بداك الطحين وديك البيضه وهذا. غادي نخليه عاوتاني واحد شي شويه حتى تيرتاح وكتشد داك الخليط كيشد فيه. ومن بعد كندوز تنديرو كنمرمدو في الطحين. هنا راه صاحبتي اللي كانت كتخدم كتمرمداتو في الطحين وزادت قلاتو في الزيت عادي جدا، تيجيو رائعين وغزالين البنات. عرفتي الوليدات اش غنقول لك، راه ما خلاوناش نوصلوا به للفطور. هادشي راه غير كنكابروا معاهم وصافي. المهم جاو رائعين وبنانين. كيف ما كتشوفوا تنهز كل شريحه تنديرها هكا في الطحين، كنعاود نديرها في الطحين مره اخرى وتنقليها وصافي. كنخليهم حتى كيبردوا باش نعمروا بهم الخبيزات ان شاء الله. الطريقه راها سهله وبسيطه، ممكن حتى الا بغيتو تدخلوهم حتى الفران تدخلوهم للفران. خمر ليا داك هذا الشيار اولا البخمير اولا البطبوط، المهم كلها شنو كيقول له. ودزت كنطيبو كيف ما كتشوفوا، كنطلقها غير واحد شي شويه وتندير زويته في المقله وتنطيبها عادي جدا، ما تنسمن ما حتى حاجه. تيجي البنات عرفتي كيشفنج رائع وغزال وبنين. سمنته في الاخير مع بشي شويه ديال العسل والزبده وها هو موجود. خديت هنا بطيبيطات، كندير واحد الشريحه ديال مطيشه، ممكن ديروا حتى شريحه ديال البصيله، شويه ديال الخس، و داك الدجاج المقلي طبعا. ممكن انكم ديروا دي صوص الا بغيتوهم. المهم انا ما درتش لا صوص لا حتى شي حاجه. هادشي اللي درت. ما احتاجتش لا صوص وصافي. هذا ما كان البخمير ديالي كيف ما قلت لكم، سمنته بشي شويه ديال العسل وشويه ديال الزبده، ممكن ديروا ليه حتى شويه ديال الزيت اللي كيبغي الزيت يدير الزيت. كيف ما شفتوا ديك التحليه درت لها الفريز من الفوق مع السكر، خليتهم حتى كيطلقوا الماء، ومن بعد درتهم طبقه في الاخير. شي شويه ديال الكرواسات حتى هما حطيناهم. درت شي شويه ديال الشعريه، الشوربه ديال الشعريه العاديه ديالنا درتها حتى هي. وهذه هي الطبيله ديالنا، بسيطه وكيف ما كتشوفوا متنوعه وفي المتناول وعلى قد تجيب. الحمد لله بها نعمه، اللهم اديمها نعمه يا ربي ويحفظها من الزوال. هذا هو الفيديو ديالنا، الا عجبك ما تبخليش باللايك والتعليق، والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.